صباح الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. ودي الانطباعات الاوليه على كل المنتجات اللي ابل اعلنت عنها في المؤتمر بتاعها الاخير، الايفون 17 برو ماكس والايفون 17 والايفون اير. لازم تعمل سبسكرايب عشان احنا مسافرين مخصوص عشان نعمل تغطيه للموبايلات الجديده بتاعه ابل، عشان نقول لكم ايه الحلو فيها وايه اللي مش. الموبايلات ديت بقى لها معايا كام يوم، فانا بس هكون بدي الانطباع بتاعي الاولي عنها، ولكن بالتاكيد دي مش مراجعه تفصيليه، ولكن استنوا مراجعه تفصيليه بعد مده من الاستخدام. والحقيقه اللي انا حاسس ان انطباعاتي الاوليه عن الموبايلات يعني سهله، مش محتاجه تفكير كتير، في ديزاينات جديده، في افكار جديده ابل عملتها لاول مره محتاجين نتكلم فيها شويه ونسال هي ليه عملتها اصلا، وهل الافكار ديت هتبقى مناسبه للبني ادم او الكونسيومر العادي اللي هو يشتريها، ولا بس هي هتبقى فشخره ومحدش هيشتري الاختراعات الفاشله. وبرده في موبايلات بتقدم قيمه قدام السعر كبيره جدا. فخلينا نبدا باول حاجه، الايفون العادي، الايفون 17 النسخه الاساسيه، النسخه الرئيسيه اللي اعتقد معظم الناس هتكون ده الموبايل المناسب ليهم. مفيش اختلاف في الديزاين تماما عن السنه اللي فاتت، ولكن في الوان مختلفه. حبيت اللون الاخضر ده بصراحه، حاسس ان هو اكتر لون مميز، ولكن في تطورات مهوله في الجهاز من جوه بتخليه ياكل الجو من بقيه الموبايلات السنه دي. اذا كان الايفون 17 برو ماكس او الايفون اير، فانا حاسس ان الموبايل دوت واكل منهم الجو السنه دي في حته العمليه. يعني انا ممكن ابقى ده شكله احلى وده اقوى، ولكن لما اجي هشتري الايفون 17 ليه؟ خليني اقول، معالج الاي 19 الجديد من ابل اللي هيديه تقريبا اداء 20% اكتر من السنه اللي فاتت. وبالنسبه لسطوع الشاشه فهو دلوقتي بيوصل ل 3000 نتس، فدي تطور كبير عن السنه اللي فاتت مع البروموشن، وطبعا ممكن تاخد اداء بطاريه احسن شويه بسبب المعالج الجديد. تاني ميزه اتنقلت للايفون 17 وهي السيلفي كاميرا، برضو الكاميرا الكبيره اللي جت لنا السنه دي في النسخه البرو، وانا كنت اعتقد ان ابل هتحتكر الميزه ديت على النسخ البرو بس، ولكن بنلاقيهم برضو بيقولوها في النسخ العاديه او الايفون 17 العادي، لان مفيش نسخ، هو نسخه واحده بس ايفون 17، مفيش 17 بلس السنه دي. وانا من رايي ان لو كان في 17 بلس السنه دي كان هياكل الجو اصلا من النسخ البرو. انت مش محتاج تجيب النسخه البرو، خلاص انت عندك نسخه كبيره. ببساطه عندنا كاميرا سيلفي مطوره اكتر، بتيجي بدقه اعلى وبسنسور اكبر مربع مش مستطيل، وده بيخليك تعرف تصور بالطول او بالعرض وانت ماسك الموبايل بالطول. بيبقى عندك كاميرا اوسع بكتير سيلفي دلوقتي، يعني حرفيا عارف انت الصور اللي بتصورها بالكاميرا الوايد من ورا، دلوقتي انت ممكن تصورها بالكاميرا السيلفي عادي، لان فعلا السنسور بقى واسع جدا وبيسمح لك تصور فيديو بالطول او بالعرض وانت ماسك الموبايل بالطول. ودي ميزه لقيتها فعلا نافعه جدا ونفعتني في كذا موقف في الكام يوم اللي فات. مع ميزه الدويل كابشر، انت دلوقتي تقدر تصور في الكاميرا اللي ورا والكاميرا اللي قدام مع بعض، فكل الميزات ديت اللي هي بتروح للنسخه العاديه بتخلي النسخه العاديه هي الاكثر جاذبيه بالنسبه لمعظم الناس. انا من رايي ان التحديث بتاع الكاميرا السيلفي دوت هو اكبر تحديث في كل الايفونات السنه دي. وبعدين عندنا النسخه البرو، يعني معلومات بتاعتي او انطباعاتي عن النسخه البرو مش كتيره قوي، في زوم اكتر، في الوان جديده اورنج مش عارف ليه، وحته بطاريه اكبر، بس كده. فلما نتكلم عن النسخه البرو دلوقتي بقت بتيجي من الالومنيوم، لان ابل اعاده تصميم هيكله الايفون ده عشان يبقى معمول من الالومنيوم بدل السنه اللي فاتت كان معمول من التيتانيوم. المفروض التيتانيوم اقوى، ولكن الالومنيوم المفروض اللي هو بيمتص الحراره بشكل احسن، ودوت متناسق مع السيستم الجديد اللي هم عاملينه في الموبايلات النسخه البرو اللي بتخليها ما تسخنش. فهو كان الهدف الاساسي اللي هم يعملوا نسخه من الايفون ما بتسخنش، فعشان كده تم اعاده هيكله الشكل بتاع الايفون كله وبقى من الالومنيوم. دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها البلاتو، وهو الجزء اللي فيه الكاميرات اللي في النسخه البرو، اللي هو اصلا كله حواليه عباره عن انتنه شبكه. فاتوقع ان برضو الشبكه في الموبايلات ديت المفروض تكون احسن، لان انتنات الشبكه اللي موجوده في الموبايل يعني كتيره جدا، واحده من هنا واحده من هنا، وحوالين الكاميرا كلها دي عباره عن انتنه شبكه، فالمفروض ان الشبكات في الموبايل دوت تكون احسن. ده انت دبانه رخمه والله، لا اقتلك، تعالي، انا مصري خافت. ولكن للاسف اكتر حاجه مضايقاني ان مفيش غير 3 الوان، السيلفر والدارك بلو والاورنج، والثلاثه بالنسبه لي مش مناسبين. يمكن اللون الاورنج هو روش جدا للفرجه، ولكن من رايي مش للاقتناء، مش عشان اشتريه واكون بستخدمه. واللون الدارك بلو او الكحلي اوريدي بدا يبان له المشاكل بتاعته، واللي هو بيتخربش كتير جدا، فانا شايف ان امن حل هو السيلفر، ولكن ستيل اللون مش عاجبني بسبب القطعه البيضاء اللي في النص. الالومنيوم نفسه شكله عاجبني، ولكن القطعه الازاز اللي موجوده في نص الظهر بتاع الموبايل مش عاجباني قوي بصراحه، ولكن كله في سبيل التبريد الاحسن اللي ابل بتوعد بيه السنه دي. ولكن لو فعلا نسخ البرو السنه دي بتيجي بتطوير في البطاريه انا هكون مبسوط، ودوت محتاج تجربه مطوله مش بس في الفيرست امبريشن، ولكن يعني اتمنى ان البطاريات السنه دي تكون احسن وفي فرق من السنه اللي فاتت، خصوصا ان النسخه اللي معايا هي النسخه الاي سام اللي بتكون بحجم بطاريه اكبر شويه عن النسخه اللي بتيجي بخط فعلي، اللي هي هتكون مثلا بتنزل في مصر شويه من بلاد اوروبا هيكون فيها خط، ولكن بتيجي ببطاريه اصغر شويه. ولكن معظم النسخ اللي بتنزل في العالم بتنزل باي سم، بما فيهم الامارات والكويت والسعوديه، كل دوت بينزل باي سم وببطاريه
اكبر شويه، فمحتاجين نتست البطاريه ونشوف عامله ازاي. طبعا برضو المعالج الجديد الاي 19 برو اللي انا محتاج اجربه اكتر واعمل له تجربه العاب واقارنه بالايفون 16 اللي فات، ولكن حتى الان اداؤه كويس جدا، وده المعتاد بصراحه من ابل كل سنه بتعلي على نفسها اكتر في حته البروسيسور والحاجات. برضو استغربت شويه ان النسخه اللي انا اشتريتها من الامارات هنا بتيجي بالانتنه بتاعت امريكا، اللي قبل كده ما كناش بناخدها في الايفون، كانت النسخه اللي بتنزل في امريكا بس بتيجي بالانتنه بتاعت امريكا اللي من فوق ديت، ولكن السنه دي احنا بنشوفها في النسخ اللي بتنزل في الامارات وفي الوطن العربي. وزي ما قلت لكم في زوم اكتر السنه دي، الزوم بيوصل لغايه 8 اكس، ولكن هي الفكره مش في الزوم بيوصل قد ايه، الفكره ان السنسور نفسه بقى 48 ميجا بكسل على عكس السنه اللي فاتت. انطباع اولي عامه الصور هي بتاعت السنه اللي فاتت، ما عدا في الكاميرا التليفوتو في تحسين شويه وفي زوم اكتر شويه، ولكن مش بطريقه ملحوظه. ولكن يمكن اللي فيه تطورات هو تصوير الفيديو للمحترفين. دلوقتي نسخ البرو من الايفون بتيجي بتصوير بروريز فيديو، وديت حاجه المفروض اللي هي كبيره جدا في مجال تصوير الفيديو للمحترفين ولصناع الافلام اللي ممكن يكونوا بيستخدموا القطعه المعموله من الالومنيوم ديت عشان يصوروا بيها افلام ويطلعوا بيها بروجكتس كبيره متصوره بكاميرا الايفون. ولكن برضو بالنسبه للكونسيومر العادي ديت مش هتفرق معاه، يعني انا على طول بيبقى معايا النسخ البرو من ابل وعمري ما استخدمت التقنيات ديت لان انا مش بكون محتاجها. واخر موبايل وهو الايفون اير، بس اير ما اسموش 17 اير، هو اسمه ايفون اير. اول حاجه بالنسبه لرفعه كلنا كنا خايفين ان الموبايل يكون بيتني ويكون ضعيف، ولكن انا بنفي الكلام دوت تماما. الموبايل قوي جدا، الموبايل انت مهما قعدت تحاول تتنيه مش هتعرف تتنيه، لو وقع منك عادي جدا مش هيتكسر. الموبايل فعلا بيستحمل. يعني قبل تعمل موبايل رفيع بيجي بسمك 5.6 مللي ويكون قوي وبيستحمل ومش بيتني وانت عارف لو هيستحمل معاك، دي حاجه رهيبه جدا في عالم التكنولوجي، ولكن برضو مش في عالم الكونسيومر، مش في عالم الشخص اللي عايز يقتني موبايل. لاني للاسف حتى لو ابل عملت شغل قوي جدا فهي تخلي الموبايل ده بيستحمل، ولكن هم برضو مش هيعرفوا يحطوا كل حاجه في الموبايل دوت. ابل ضحت بحاجات كتير جدا في الموبايل دوت عشان يوصلوا اللي هو يعملوا الموبايل الرفيع الايفون اير. والحاجات ديت زي اللي انت ما عندكش خط في الموبايل في كل البلاد في العالم، وزي ان مهما هم قعدوا يحاولوا يوفروا في البطاريه ويوفروا في الطاقه بتاعه الموبايل، ولكن الموبايل البطاريه بتاعته لا تقارن بالايفون 17 ولا تقارن طبعا بالايفون 17 برو. بيجي ببطاريه اضعف كتير جدا، وحتى ان ابل قالت ان البطاريه هتكون بتستحمل وبتقعد معاك يوم كامل، ولكن هم برضو اعلنوا عن الباور بانك اللي بيتركب في الموبايل من ورا عن طريق الماكس سيف، وده اكبر دليل ان الموبايل فعلا بطاريته مش احسن حاجه. فانا بالنسبه لي الموبايل اير فيه ريد فلاجز كتير جدا، ولكن هو مبهر، هو فعلا موبايل مبهر. ولكن مين بيسال عن موبايل رفيع؟ يعني مين بيقول للشركات عايزين موبايل رفيع؟ انا مش لاقي حد بيطلب من الشركات لو انا عايز موبايل رفيع. بنطلب دايما حاجات في صالح استخدامنا اليومي زي البطاريه والاداء والكاميرا، ولكن موبايلات ارفع ما اعرفش. ولكن انا متحمس جدا للنسخه الثانيه اللي هتيجي السنه الجايه من الموبايل دوت، لاني اعتقد هيبقى فيها تطورات كتير جدا وابل هتتعلم من اخطاء كتير جدا عملتها السنه دي. الموبايل بيجي من معالج الاي 19 برو ومعمول من التيتانيوم، وده بيخليه يسخن شويه، ولكن للامانه السخونه مش اوفر في الموبايل. عن طريق اليومين اللي انا استخدمتهم لعبت على الموبايل وعملت كل حاجه على الموبايل، الموبايل ممتاز في الاداء اليومي، ولكن السخونه فيه يعني بيسخن، ولكن مش السخونه الاوفر العيب الرهيب. فابل برضو هنا التاني اشتغلت كويس على الحته دي. الكاميرا السيلفي الجديده هي موجوده في موبايلات الاير، وبيجي بكاميرا وحيده من الخلف وهي الكاميرا الرئيسيه، ودوت اكبر سبب بالنسبه لي ممكن يخليني ما اجيبش الموبايل دوت. في العادي يعني كاميرتين بيبقى معقول شويه، كاميرا وايد وكاميرا مين، ولكن كاميرا وحيده مش هعرف استخدم الموبايل دوت كموبايلي اليومي باي شكل من الاشكال. ممكن استخدمه كموبايل ثانوي او موبايل اتروشن بيه على الناس لو انا عايز، لكن غير كده مش شايف قوي مكان للموبايل دوت في جيوب الناس. طيب ده كان انطباعي على الموبايلات، بس عارفين بقى بجد ايه اكتر حاجه انا مبهور بيها؟ الايربودز برو 3. بجد انا كنت متحمس جدا للسماعه ديت، وتحمسي طلع في محل. ببساطه الايربودز برو 3 هي نفس الايربودز اللي احنا متعودين عليها، ولكن بتطورات كبيره جدا في كل حاجه. صوت احسن، بطاريه احسن بتقريبا ساعتين من الجيل اللي فات، الشكل بتاعها اتغير عشان تكون بتلبسها بطريقه مريحه اكتر، وبيجي معاها اير تيبس زياده عشان لو انت عايز تشوف المقاس المناسب لودانك. وضع النويز كانسليشن فيها السنه دي احسن بكتير، والوضع اللي بيخليك تسمع ناس حواليك حرفيا بيحسسك ان انت مش لابس السماعات في ودانك. عرفوني لو انتوا عايزين نعمل فيديو كامل عن السماعه ديت، لان هي فعلا فيها مميزات كتير جدا، زي اللي هي بتقيس نبضات قلبك وانت لابسها في ودانك، تطور كبير جدا عن السنه اللي فاتت وبنفس السعر. فانا شايف ان دوت اكتر اختراع فعلا ابل ابدعت فيه السنه دي. هستخدم انا موبايل السنه دي، اعتقد ان انا هروح مع النسخه البرو ماكس عشان انا معظم شغلي بيكون فيه تصوير، فانا محتاج الكاميرا الزياده اللي موجوده، وعشان طبعا حجم البطاريه الزياده اللي موجود السنه دي. ولكن اعتقد الموبايل الانسب السنه دي لمعظم الناس او لكل الناس
هو الايفون 17، واعتقد اللي هو يعني كقيمه مقابل سعر احسن بمراحل من الايفون 17 برو ماكس. وبس كده، بقالي كتير جدا بصور، يعني الشمس كانت موجوده ودلوقتي احنا بالليل. فدي كانت انطباعاتي الاوليه على اجهزه ابل الجديده. متحمس جدا للناس تجرب الايفون 17 ان هو فعلا قيمه مقابل سعر. الايفون اير ما انصحش حد اللي هو يجربه دلوقتي، وانصحكم انكم تستنوا النسخه اللي هتيجي السنه اللي جايه، اعتقد هيبقى فيها تطورات كتير جدا. الايفون 17 برو ماكس مفيش حد محتاجه الا اللي فعلا بيستخدم الموبايل بتاعه في حاجات سينمائيه وتصوير وبيطلع فلوس من الموبايل بتاعه، غير كده ما تجيبهوش، لان حرفيا في مميزات كتير جدا انت مش هتكون محتاج. وعلى العموم ديت الانطباعات الاوليه بتاعتي، ولكن خلينا نجرب بقى الموبايل ديت ونعمل لهم الفول ريفيو. ما تنسوش تعملوا لنا فولو على الانستجرام عشان بننزل فيديوهات قصيره على كل الاجهزه ديت. ما تنساش تعمل فولو هنا او سبسكرايب على اليوتيوب لو انت فعلا استفدت من الفيديو. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.